إذن هكذا مشاهدينا الكرام أحبتي، بالفعل في كل مكان يتوج اتحاد كلبة إدارة وجهاز فني ولاعبين بهذا اللقب، وبالتالي بالفعل اللقب المستحق لاتحاد كلبة بعد المشوار الجميل، بعد المشوار الرائع الذي قدمه 53 نقطة. والآن حان موعد حمل الدرع بطبيعة الحال. نادي كلبة الذي بالفعل قدم كل شيء، اتحاد كلباء من أجل هذه المباراة التي بالفعل التي كسب من خلالها هذا اللقب، وهنا بالفعل الميداليات والتتويج مشاهدينا الكرام، والفرحة الكبيرة، الفرحة الكبيرة ببطولة دوري المحترفين تحت 21 سنة يذهب لاتحاد كلباء. ألف مبروك لإدارة اتحاد كلباء، ألف مبروك هذا الانتصار، بل هذا التتويج الكبير. وهنا بالفعل اتحاد كلباء بطل دوري المحترفين تحت 21 سنة لهذا الموسم، ويتوج موسمه كما شاهدنا الآن بهذه البطولة الجميلة والرائعة. هنا بالفعل استحق هذا اللقب، استحق هذه المكانة. ألف مبروك لسعادة راشد سعيد عبيد بن فريش الكلدي رئيس النادي وأيضا أعضاء الجهاز الفني والإداري. ألف مبروك هذا التتويج الكبير. إذا درة الشرق تحتفل الآن، أبنائك يا سيدي سلطان يحتفلون بهذا اللقب الجميل. ألف مبروك، ألف مبروك. نعم، هذا التتويج الكبير جدا والمستحق الذي بالفعل استحق أبناء اتحاد كلباء. ألف مبروك لسيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة. وهنا الفرحة الكبيرة جدا، هنا أيضا التتويج الجميل والفرحة الكبيرة. هذا زكريا محمد، وحرس المرمى سيف يوسف، محمد اليماحي، بابي ديوب، عبد الله فيصل، محمد علي، راشد عبيد، الدو بارا، ميغان روبرتا، احمد عامر، ياسر حسن، كل اللاعبين، كل الاداره، كل جماهير اتحاد كلبة. الف مبروك هذا التتويج الجميل. شكرا لايضا رابطه المحترفين الاماراتيه، شكرا لاتحاد الكره الاماراتي، شكرا لكل من ساهم في انجاح موسمنا، شكرا لكل الانديه لاداراتها لجماهيرها لايضا اجهزتها الفنيه للاعبين للكل للجميع. وبالتالي الفرحه الكبيره والصوره التذكاريه. درة الشرق، هناك مدينه كلبة الجميله، كلباء الساحل، كلباء الروعه، كلباء البساطه وايضا الروح الرائعه
الفرحة الكبيرة هنا بهذا التتويج. كنا معكم في التغطية والنقل الحي والمباشر عبر قنوات أبو ظبي الرياضية، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، وبالتالي الفرحة الكبيرة بعد ذلك لأيضا أعضاء والأجهزة المدنية والإدارية لاتحاد كلبة. تقبلوا أجمل التحايا مني محدثكم عبد الله المعمري، على أمل اللقاء بكم في لقاءات واستحقاقات جميلة أخرى. إلى ذلك الحين نستودعكم الله وإلى اللقاء. قبل كذلك هذه المباراة، وأيضا فرحة كانت كبيرة حتى في الجانب الإداري. نشاهد هنا سعادة محمد اليماحي رئيس شركة كرة القدم لنادي اتحاد كلباء. اتحاد كلباء اليوم أتوقع هو كان مميز من خلال تغيير الاسم، تغيير الشعار، وكذلك الفوز بهذه البطولة. مرحلة جديدة يعيشها كابتن خالد كلباء مع هذا التغيير للأفضل بإذن الله. طبعا في البداية نحن نهني مجلس إدارة نادي كلباء بهذا طبعا الفوز ببطولة ال21 للمحترفين. طبعا اعتقد ان الشعار الجديد فالخير لنادي كلباء طبعا ولمدينة كلباء. نحن نبارك له ونبارك للاعبين ايضا والجهاز الفني اللي طبعا قاد هذا الفريق لهذا النهائي، لهذا التتويج بهذه البطولة. اعتقد بطولة غالية بالنسبة لفريق كلباء يعني في دور المحترفين، واعتقد ان الآن يقدرون يفرحون بعد مشوار طويل وبعض التوقفات، يعني مشوار وبعض المشاركات بالنسبة للاعبي الفريق الأول مع هذا الفريق اللي تدعيم صفوف الفريق. وأيضا اليوم نشوفه يتوج بعد خسارة الشارقة اللي كان هو الأقرب للفوز بهذه المسابقة، مسابقة 21 للمحترفين.